الراجل بقى بيحسسك انه داخل عليكي بقى بيعمل لك جميله بقى. يكون ليكي ملك تكوني ليه ملكه. يكون راجل تكوني ست. يكون ذكر تكوني انثى. يكون شاب تكوني بنوته. يكون كريم تكوني معطاءه. يكون اللي يكونوا وانتي رد الفعل مش العكس. مش تكوني ملكة يكون هو ملك. مش تكوني أنثى يكون هو ذكر. ليه؟ ليه؟ وأنا بقول قبل الجواز ليه؟ لأنه بمنتهى الأمانة حضرتك بتخشي البيت، مصروف بابا وماما راح، حضرتك مسؤولة عن مصروف البيت، حضرتك بتحملي، حضرتك بتفشولي، حضرتك بتطبخي، حضرتك بتكنسي، الغسيل، المواعين، النشير، المذاكرة، العيال، البقع، الجزمة اللي باظت في الغسالة. أنا عندي مشكلة مع الجزمة، أصل أنا فاهم معايا يعني عندهم مشكلة مع الجزمة. حضرتك اللي بتودي بابا وماما وبتاخدي بالك منه وتطبطبي عليه وتجيبي له طبق المية. وأنا ما عنديش مشاكل خالص إنك تعملي حاجة زي كده لما يرجع من الشغل تعبان عشان تدركيه رجليه. تدلعي عليه وتبسطيه وتبقى شكلك حلو في نفسك، ترقصي له، ما عنديش مشاكل. فحضرتك بتعملي حاجات كتير وعندك واجبات كتير قوي بعد الجواز. الراجل بقى بيحسسك انه داخل عليكي بقى بيعمل لك جميله بقى. انا هتجوزك فانتي لازم تعملي لي قرد عشان اتجوزك. انتي بتضحي اكتر، بتتعبي اكتر. انتي اللي بتضحي بحريتك مش هو. بابا وماما هيبطلوا يصرفوا عليكي. كل اللي كان بيبقى شغلك قبل الجواز انك نشتري بلوزه او فستان او شنطه، او لو عندي مقدره بجيب عربيه، او واحده صاحبتي عندها مشكله، او بحب وما فشلت، او عندي مشكله في الدرجات في الثانويه عامه او في الجامعه. كلها كل اللي انا بقوله ده مسؤوليات بسيطه فوقيه، زي ما بيقولوا امبريلا او فوقيه شمسيه اسمها بابا وماما، او ماما او بابا لو كان بابا وماما مش مع بعض. بعد الجواز حضرتك تبقي ماما وبابا وتيتا والناني والسواقه والسكرتيره والزوجه والمدرسه والحبيبه والصبره حاجات كتير يا جماعه. بعد الجواز الموضوع بيختلف. بعد الجواز الدنيا بتبقى حاجة تانية. لكن قبل الجواز بقى تاخدي حقك شوية من الدنيا. قبل الجواز تتعززي، قبل الجواز تدلعي، قبل الجواز حد يطبطب عليكي، قبل الجواز يجيبولك ورد ويجيبولك هدايا ويفتحوا لك باب العربية. لأن بعد الجواز بنسبة 90% ده مش هيحصل. وهيقول لك يعني قبل الجواز كان حاجة وبعد الجواز كان حاجة تانية. اعرفي قيمة نفسك. انتي ست الستات وهانم الهوانم.